مركز الإنسان في السماء مرتبط بتعبه. يعني مركزك في السماء ومركزك في السماء ومركزي في السماء مش مرتبط بشهايدك، مش مرتبط بفلوسك، مش مرتبط، خلي بالكم معايا، مش مرتبط بشكلك، مش مرتبط بلونك، مش مرتبط بعيلتك. مش هتدخل السماء فيه يقول لك ايوه انت من عيلة فلان اتفضل ادخل، مش موجودة. الاعتبارات دي مش موجودة في السماء. مش هتيجي في السماء يقول لك اصل انت حاصل على بكالوريوس، حاصل على ليسانس، حاصل على دكتوراه، اتفضل ادخل السماء. مش موجودة. طب مركز الانسان مرتبط في السماء ايه؟ مركز الانسان مرتبط في السماء بتعب. وقالها الكتاب كل واحد سوف يأخذ أجرته بحسب ايه؟ كل واحد سوف يأخذ أجرته بحسب تعبه. لما انقسموا الناس في الكنيسة زمان أيام بولس وأبولس، في جماعة احنا تبع بولس وجماعة قالوا احنا تبع أبولس، وانقسموا على بعض. فراح بولس قال كلمة تتكتب بحروف من ذهب، قال لهم يا جماعة في السماء مش هيقولوا مين تبع بولس ومش هيقولوا مين تبع أبولس، ولكن كل واحد سوف يأخذ أجرته بحسب تعبه. يعني افرض اللي تبع بولس ما تعبوش، مش هيشوفوا السماء. هو عايز يقول لهم كده. طب افرض اللي تبع أبولس ما تعبوش، مش قال لهم اللي هيفرق في السماء مش مين تبع بولس ومين تبع أبولس، لكن كل واحد سوف يأخذ أجرته بحسب ايه؟ كل واحد سوف يأخذ أجرته بحسب تعب. ومن هنا المسيح الناصح، الإنسان المسيحي الناصح يدور على التعب مش على الراحة.